الجنة. فانت لو بتعمل كل الحاجات دي وبتصلي وبتعبد ربنا وكل حاجة بتعملها عشان الله، كل همك في الدنيا اللي انت ترضي ربنا، هتلاقي النور كده دخل في حياتك ونفسك اطمئنت، وهتلاقي لا نفسك راضي بقضاء الله. اي حاجة حلوة وحشة في حياتك هتحصل لك، هتلاقي عندك رضا كده واطمئنان وسكينة وهدوء في حياتك. يعني انت لو التزمت بكل العبادات بتاعتك، وحتى لو احنا كلنا بنحاول نبقى احسن، وكلنا بنحاول نغير من نفسنا. المحاولة دي اصلا بتاخد عليها اجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول ان اصعب جهاد هو جهاد النفس، اللي انت تجاهد نفسك عن البعد عن الذنوب والمعاصي، وتجاهد نفسك للقرب من الله والقرب من الحاجات اللي ربنا بيحبها. ده جهاد، الجهاد ده انت هتاخد اجر عليه. بس انت دايما حاول، ما توقفش، ما تقولش لا انا مذنب، انا مش هعرف اعمل الحاجه دي، خلاص انا مش هعرف التزم بالصلاه، انا بصلي يوم